نقلة القاهرة بقى، انت خلاص فتحت المعرض في الشرقية قبل والدنيا نهايه تمام. القاهره، انت سالتني على حاجه قبل كده، ايه؟ انت خسرت قبل كده. اه انت ما لا قلتليش لا، صحيح. انا اتنصب عليا قبل كده. اتنصب عليك؟ اتنصب عليا قبل كده. طب احكي لي بقى بس انت النصبايه. بقى، دي هي المفارقه بقى، انك انت ما تحطش العميل، او العميل ملوش ذنب. يعني انا اتنصب عليا في حياتي في العربيه 3 مرات. لا عايز اعرف التلات مرات. اول واحده في 2011، في 2012، صاحب معرض عندي في البلد او مكتب اتصل بيا في عربيه فيرنا للبيع، تعالى خدها. اشتريتها من واحد مع توكيل بيها. اشتريت العربيه وراح الشهر العقاري عمل التوكيل وبعتها. بعدها بشهرين ظهروا ناس بيقول لك العربيه بتاعتنا والتوكيل ده مزور. وده حقيقه فعلا، طلع الولد ده مزور ضارب توكيل. ايام ما سرقه الاختام. الاختام والحاجات ديت، وضرب توكيل. والعربيه اتاخدت. واتاخدت وجبت العربيه دي اديتها للناس. والراجل والولد ده هارب والله عوض عليك في وصرف الفلوس. هو اللي بنعوض عليه الفلوس. فده كان رقم بالنسبه لي. طبعا. دي اول تجربه. تاني تجربه، انت كده خليني اقول حاجات كده، انا يعني والدي لحد النهارده ما يعرفش بيها. ما هو مش هخليه يتفرج على الحته دي. بص، تاني تجربه بقى يا باشا، يعني زي كان معمول كمين. كان في وقت وفي يعني كان سواف. وكانت وقت ما كان الدولار بينزل في 2018 تقريبا، كان بعد ما طلع عامل اب وبعدين عامل نزل داون تاني. تاني. فكان السوق واقف. ففي حد كده جالي قال لي في فلان الفلاني بيشتري عربيات وبتاع، لان هو عنده مديونيه معينه في مجال معين، و6 شهور هديك الفلوس وبتاع، واشتريها بسعر كويس، والدنيا كده كده واقفه وبتاع، واديله عربيتين. في الوقت ده كان والدي زعلان مني شويه، في شهر كده ولا حاجه. فقلت له ماشي. اديته عربيتين وخدت شيك. قال 3 شهور تقريبا، 3 شهور. جه ميعاد الشيك في بكره، بعده الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده، مفيش فلوس. فانا بقى تضغط بقى ان ابويا ما يعرفش، خد بالك انت مم. كده هتورطني وكده هتعمل لي مشكله كبيره وبتاع. اي نعم هي فلوسي، بس انا يا يعني ابويا كان يعني مغتصب عليا في بتخسر. رقم. المهم كان المبلغ ده كان حوالي 1.2 مليون. ورقم. خدت بقى في الوقت ده، قال لي خلاص في قطعه ارض تاخدها، تمام، ب1.100 مليون وحاجه وبتاع. فرحت ابص على قطعه الارض، كل اللي اسال له بيقول 900,000 850,000 900,000. فانا عايز اطلع من المطب. لقيت بقى حد بيقول لي خد بالك انت لو خدت الارض دي سبتها سنه، ده مباني، ده مش عارف ايه. فلقيت كل اللي حواليا عايزين يعطلوني. مم. واخد بالك، الغرض تعطيل حسن، مش الغرض ان هو ايه، هم هيعرفوا الحش اللي الراجل اللي حواليا. واخد طبعا، الفلوس وفي سمساره بقى وعمولات وبتاع. فخدت الارض، ورحت تاني يوم بايعها 850,000 من غير ما حد يحس. وخسرت. اه، خسرت رقم 250,000 جنيه في الوقت ده. مم. ولميت نفسي من غير ما حد يحس، عشان هو كان الغرض ان حسن يقعد بيها سنه توقف حاله. توقف ما تشتغلش. فاهم حاجه. خدت الارض وبعتها، وربنا عوضني في نفس الشهر، والدنيا تمام مشيت. يعني دي كانت تاني لقطه معايا. تالت لقطه بقى في 2000 في 2020 19، كان في رمضان. واحد صاحب مكتب في العاشر من رمضان اتصل عليا، قال لي في عربيه كيا سبورتج موديل السنه وبتاع. قلت له انا عندي ناس ودوشه ومش هعرف اتحرك من المعرض، وعندي سيزون رمضان، سيزون زي الصيف على فكره مم. وبتاع. فانا هبعت لك ابويا ياخدها. راح ابويا خد العربيه ودفعت منها 250,000. كانت ب 306 ب 400 وحاجه ولا مش عارف ايه. وجت كان قبل العيد ب3 4 ايام. قال لك ورقها بكره، ورقها بعده، طب العيد. دخلت اجازه العيد، وانا كنت حاسس ان في حاجه مش تمام. العربيه مرور غربيه وفي العاشر من رمضان. كنت مستعجل على ورقها عشان قلقان. جيت في العيد، تالت يوم العيد، لقيت اللي شاري مني العربيه بيرن عليا. كان معرض، خدها مني معرض واداها المعرض، مم. لقيته بيقول لي العربيه اتاخدت من تحت بيت راجل شاريها مش عارف من القليوبيه. ازاي؟ قال لك المفتاح التاني، وبعت لي الفيديو الساعه 7 الصبح. في جوانا برضو العربيه برضو متاجره نفس القصه. دي شلتها كلها بقى لوحدي بقى، 250,000 جنيه دول شلتهم لوحدي في طب دقايق. انا عايز اسالك على حاجه، مم. على سيره النصب. مم. انت حكيت لي انك كنت بتنزل السوق تشتري طبعا. عربيات وتبيعها. طبعا. مين اللي بيبص على مهما العربيات دي؟ تكون دقيق ممكن ينصب عليك. مش انا مش بتكلم في مم. الورقيات، يعني انت مم. الثلاث مرات اللي حصل عليك النصب كانت لا، مره لسه في مرتين؟ مره ذكرتها دلوقتي. رابعه تاني؟ اه، انت بتصب كان عليك في كتير عيد، قوي. وكان في عيد برضه. لقيت، لا مش بسمع عليها كتير عشان كتر الشغل. انت كل يوم بتشيل عربيات. فلازم ده يحصل كنت حريص كده. جدا، خد بالك. كنت حريص جدا. اوكي. هقول لك الموقف ده اغرب يعني. في 2017 في عيد
كبير. تالت يوم لقيت نازل اعلان عربيه. كلمته قال لي انا من بورسعيد، بس انا عندي بنت دلوقتي في التل الكبير بزورها، عند اختي، انا ووالدي واخويا، والعربيه اسمه والدي، عربيه كيا سيراتو، كانت 2014 وسعرها كويس. فخلاص قلت، فطالع ومعايا سواق، فلقيت احمد اخويا كان صغير كده، صغير خالص، فلقيته بيقول لي اجي معاك، قلت له تعالى معايا. رحت اقابلك فين؟ قال لي قابلني عند الموقف. قابلت لقيت راجل عنده 70 سنه او 65 سنه، راجل محترم جدا، قاعد على الكرسي اليمين قدام، واتنين قال احنا اولاده، والعربيه رخصه باسمه وبطاقته. طب هنروح نقف فين يا حاج نخلص؟ المهم وانا واقف عند العربيه لقيت ناس برضه تجار من اسماعيليه جايين على الاعلان وعرفوني كويس، بس هم احتراما ليا بقى وقفوا على جنب، مش حسن هيعمل ايه يعني. خلصت العربيه اسمي بكره الصبح ملك التوكيل، وبقى كان باقي 5000 جنيه على الورق، وخدت العربيه، والناس جم ورايا على الشرقيه اشتروا مني التجار دول مم. اللي كانوا رايحين لها برضو دول. تاني يوم بعدها بيومين ثلاثه بجازة العيد بقى برن عليا، قال لي انا في دلوقتي خلصت ورق العربيه في مدينه نصر، وعملت لك التوكيل، وهسيب لك الورق في الكشك الفلاني، وبعت الفلوس على هناك ال 5000 جنيه وخد الورق. بعت حد خد الورق، جاب ورق العربيه و... واداله الفلوس. رحت تمام. بعدها تمام في الطبيعي خالص. اه. بعدها باسبوع عملت ورق العربيه، عملت توكيل في الشهر العقاري عادي اللي اشترى. بعدها ب 10 ايام لقيت حد بيرن عليا برضه الصبح من الاسماعيليه، الو حسن، يا حسن انت قلت في ايه؟ قال لك ده العربيه دخلت دلوقتي مورتينيل، العربيه مسروقه. ازاي مسروقه؟ قال لك ده الشاسيه ملعوب فيه. ازاي؟ طلعت برضه دي فرقه نصب على مستوى الجمهوريه، كانت عامله الراجل شبكه الكبير كبيره. الراجل ده. الكبير ده طلع نصاب، وقعد على الكرسي اليمين عشان تحت الكرسي اليمين الرقم بتاع العربيه، عشان ما اقولوش انزل ما رجلي وجعاني تقولوش يا انت. ابني. اه. وقال لي كده، قال لي رجلي وجعاني يا ابني، معلش انا اسف مش هقدر انزل وبتاع. ففي نصب ده كتير يعني. لعيبه. بس بقى اللي يحل صح في الوقت ده